جننت يا ولاد. اتجوز مين؟ عزيزة. انت فاهمه عزيزه مين؟ بذمتك مش عاجباك؟ دي مرات المعلم يحيى القرص، والله يرحمه. ام زقزوق. ما هو انت بقى فتحه وانا هكلم عزيزة، مش هيلاقي اب زيك يا سي عبده، وانا والله هعامله زي ابني. ده انت مزاجك في الامومه عجيب قوي يعني. زقزوق انت في مقام خيالك. اسمع مني يا سي عبده، انا طول عمري بسمع لك، اسمعني انت بقى المرة دي. ما انا مش هستنى انها تيجي منك، توجعني ساعتها قوي يا عبده. ومين قال لك انها هتيجي مني بس يا عيشتي؟ ان ما جاتش النهارده هتيجي بكره، وان ما قلتش هشوف. يبقى تبص على حلالك بدل ما تبص على واحده غريبه. اسمع كلامي، هي هتجيب لك الواد، وانا برضه هفضل عيشتك. استنى عندك. انا ما دفعتلكش قد كده يا سلفاندي عشان في الاخر تطلعني عم مرسح مسخه. وطي صوتك، انت هتفضحنا. يقولوا عليا ايه؟ باخد رشوه؟ بعدين يا ابني انت مش شفت الناس كانت مبسوطه ازاي وبيضحكوا عليك وبيسقفوا؟ لا بقول لك ايه، ما تاكلنيش الاونطه. هما ضحكوا عشان اتكعبلت في الكلام. يا اخويا انت بتبقى زي البربنت لما بتتشاكل معايا، امال لما تطلع على المسرح بقك بيقع وبتتلبخ ليه؟ بقول لك يا جدع انت ما تزوغش مني. انا عايز الفلوس بتاعتي اهيف اهيف. والله ما في اهيف منك يا درويش. اذا كان على الفلوس خدها، انا ما يهمنيش الفلوس. ايوه عايزها. ها براحتك. بس انت يا ابني كده بتضيع منك فرصه كبيره قوي. فرصه ايه؟ انا كنت هطلعك معايا الفقره الجديده بتاعت يوم الخميس، العرض الاول. الناس هيبقوا علينا كده، يبقوا تحت رجلينا زي النمل. كنت انا هعمل دور الباشا وانت هتعمل دور الخادم المطيع. خادم؟ عاوز تطلعني خدام وكمان مطيع؟ وصحيح جمله واحده بس هي اللي بتقفل الفقره وبتحل اللغز. بيقول ايه يعني؟ بيقول ايه؟ بتدخل على المرسح وتقف وتقول: الحق يا باشا، مراتك بتخونك. شوف قصيره ازاي، بس بالفقره كلها. اوعى يكون مهموس. لا مفيش مهاميز. وبعدين معاك يا درويش، وانت مش عايز تخش في الشخصيه؟ ايوه خلاص خليك مطيع. ماشي. متشكرين يا استاذ سراج. هات 2 جنيه. افتحها يا رسمية ابوس ايدك. يا رسمية انت يا بنتي. ايه في ايه؟ في عسكري واقف تحت، انزلي شوفي عايز ايه. عسكري؟ حضرتك ست رسمية؟ اشمعنى؟ اتفضلي. مع اذنك. يخرب بيتك خرعتني. كان عايز ايه؟ ما نزلتش تشوفه عايز ايه ليه؟ هو مشي؟ اه طب ما تنطقي، كان عايز ايه؟ كان غلطان في العنوان. اوعى كده. غلطان في العنوان؟ عسكري وغلطان في العنوان؟ لا بس اللوحه دي مليانه معاني. وصلتني. والورق متين وميه اللون كده تحس انها معشقه مع الورق. بس ده زيت. زيت بذر الكتان معروف، ده شفا. ينفع في الفن، ينفع في الفول. الالوان هي اللي زيت يا لطفي بيه، الالوان هي اللي زيت. ما انا فاهم، وحضرتك فاكرني جاهل ولا ايه؟ انا بس بهزر معاك، قلت اجوعك. وايه بقى وفق بيه العلامه اللي هي طالعه من وسط السحاب دي؟ تسلم ايدك طبعا يعني، بس فهمنا. أنا العلامة دي عجباني قوي، ليها لغز، سر كده، وراها سحر غريب، وراها كمان قصة عظيمة، وكمان بتشرح البني آدم. كل إنسان ليه نص حلو ونص وحش، وهو ده سر جمالها.
كل ده؟ يا سلام. وانت رايك ايه يا رستم بيه في العلامه الملهمه دي؟ والله يا لطفي بيه احنا مش عارفين رستم بيه حاله متشقلب ليه اليومين دول. الانتخابات يا سيدي، انا عارف هيموت ويبقى نايب. عن اذنكم بس هاخد لطفي بيه دقيقه واحده. اتفضل. ما يستغناش عني. اتفضل. ما هو ما ينفعش عبد العزيز كل شويه الاقيك نطيت لي في مكان خاص زي ده. ساعدني ان انا احافظ على سمعتي عشان اعرف اشتغل. ما ينفعش اسمي يقترن بواحد مناضل يا اخي. واحد مناضل؟ حاجه تعر فعلا. ماشي يا سيدي. ما هو لو كان اخوك عمل زي صاحبه اللي سلمه واعترف كنا استريحنا من كل الصداع اللي احنا فيه ده. لا، ايه اللي الخيانه يا رستم بيه؟ احنا نعمل اي حاجه لكن ما نخونش. وعامة الفلوس هتجيلك وزياده كمان، هانت. انت بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ من المقاولات. وانا ما قلتلكش انا اشتغلت في شركه مقاولات بلجيكيه كبيره قوي، وداخلين نشطب البنك الاهلي. هنشطبه كله باذن الله. انا كنت جاي لك اصلا عشان كده. لو في بس حد حبيبك يدخلنا البنك، محتاجين ناخد شويه مقاسات، ابعاد حوالين البنك، حاجات كده. ما هو انت لو شغال في شركه محترمه هيجيبوا كل الكلام ده من هيئه المساحه. هيئه المساحه دي فيها خريطه المنطقه اللي فيها البنك. دي فيها خرايط مصر كلها حضرتك. طب بس عشان هو مفيش وقت، مفيش حد ياخد قرشين ويسحب لنا خريطتين من هيئه المساحه دي وهنبقى نرجعهم تاني. لا 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 مستحيل. هيئة المساحة دي هيئة حكومية مؤمنة جامد جدا وجنب الاسم. مستحيل حد يعرف يدخلها وياخد منها حاجة. مستحيل. مستحيل. مبنى هيئة المساحة اتسرق يا فندم. هيئة ايه؟ المبنى يا فندم اللي جواه خرايط البلد والبنية التحتية اتسرق. حسبت النص برضو؟ جنابك. نفس التفاصيل ونفس كل حاجة. الظاهر كده يا فندم من وجهة نظري الشخصية يعني ان هم بيخططوا لحاجة. وانت جاي تقول لي المعلومات دي ليه؟ ما قلتش ليه؟ علوي القائد المباشر بتاعك. قلت له يا فندم، قلت له، لكنه اختفى وما اعرفش راح فين. بعدين يا فندم لكل مقام مقال. انا بتبع تعليمات حضرتك. حضرتك مرة قلت لي يا وحيد انا عايزك تبقى حلقة الوصل لو حضرتك فاكر. علشان كده يا فندم انا موجود هنا وتحت امر حضرتك. برافو يا وحيد. جود بوي. ثانك يو سير. فيري جود بوي. بص يا وحيد، انا عايز اعرف الخرايط اللي اتسرقت بالظبط وتبع اي مناطق في القاهرة. الكلام ده لازم يكون عندي بعد شوية. ساعة مثلا؟ ساعة يا فندم، ساعة. أنا قاعد مش هروح. تمام؟ تمام يا فندم. بعد اذنك يا فندم. تمام. وحيد. ايوه يا فندم اتفضل.